الزمالك بيخسر من الداخليه، هتقول لي تعادل؟ انا بالنسبه لي التعادل زي الخساره، نقطه زي ما فيش يعني. انا ازاي هاخد الدوري بالشكل ده؟ يعني الماتش اللي فات بخسر من اسوان، والنهارده بتعادل مع الداخليه اللي في المركز ال 16. هتقول لي طب ما الداخليه كسبت بيراميدز. انا مش بيراميدز، انا بنافس على بطوله، انت ما تقارنيش بحد. عشان بس مش هسمع دلوقتي ناس تقول لي ما اصل الداخليه دي كسبت بيراميدز. يا عم انا مالي ومال بيراميدز؟ انا عندي سؤال دلوقتي مهم وعايز حد يجاوبني عليه من مجلس الاداره، من الجهاز المعاون، من الاداره الفنيه. هي فين الصفقات؟ يعني انا عايز اسال بجد والله، هي فين الصفقات؟ انا سمعت ان احنا تعاقدنا مع صفقه اسمها ابراهيم نضاي، ده لسه موجود ولا اصلا جبناه ولا ما جبناهوش ولا ايه الكلام؟ انا عايز اعرف بس والله هي فين. انا عايز صفقه واحده من اللي الزمالك عملهم من التسع 10 صفقات اللي كلنا كنا فرحانين بيهم، وكلنا كنا بنقول الزمالك عامل ميريكاتو وعوض بقى وقف القيد وعوض. فين الصفقات؟ انا عايز صفقه تكون عملت الفرق مع الزمالك، ومش عايز حد يقول لي لسه بدري. انت بتتكلم ان انت في الاسبوع ال 12 في الدوري، يعني 12 اسبوع لعبتهم بالاضافه الى التوقف اللي كان قبل كاس العالم، يعني بتتكلم في حوالي 5 شهور 4 شهور. فين بقى الصفقات؟ يعني مصطفى شلبي النهارده وكانه مش موجود، سامسون ايكينولا وكانه مش موجود، سيف الدين الجزيري وكانه مش موجود، كانه اتبدل بسيف بتاع الموسم الماضي بسيف جديد من بعد كاس العالم. يا جدع ده حتى حمزه المسلوسي يعني هو اصلا بيشيلك على اليمين، فواخده انت تحطه على الشمال وتطلع محمد عبد الشافي. محمد عبد الشافي اللي ربنا يدينا ويديك طول العمر. انا مش فاهم والله بجد يعني. وما ينفعش ننتقد فيريرا. ليه ما ينفعش انتقد فيريرا؟ هو ايه يعني؟ ليه ما ينفعش انتقد فيريرا؟ يا عم انا عندي كامل الصلاحيات ان انا انتقد فيريرا، مش انا واحد من الجمهور وانت واحد من الجمهور. ما ننتقد فيريرا، ما هننتقده امتى طيب؟ هو فوق النقد مثلا؟ ما انت لازم تنتقده، ما انت دورك كمشجع انك تدعم فرقتك وتنتقد السلبيات اللي فيها. ما حدش يقول لك انت ما ينفعش تنتقد فيريرا. ليه ما ينفعش تنتقد فيريرا؟ هو نبي؟ استغفر الله العظيم. يعني الماتش اللي فات قال لك الظروف والاجواء والملعب والسفر وارضيه الملعب والنجيله. طب والنهارده بتلعب على استاد القاهره، يعني بتلعب على استاد القاهره وبتتعادل مع الداخليه في المركز ال 16. انا مش فاهم ازاي. انا مش فاهم ازاي ان انت مش عارف تشكل خطوره. انت بتلعب من غير مهاجمين حرفيا. زيزو شويه على اليمين وشويه على الشمال علشان يعمل اي حاجه، ومش عارف يعمل حاجه. يعني زيزو مش عارف يعمل حاجه ليه؟ لانه هيعمل لمين؟ يعني انا عايز اعرف هو هيعمل لمين. سامسون ايكينولا لا، ده مش ده المحترف اللي ينفع نادي الزمالك. انت لو كنت جايبه على سن انت تقيده تحت السن واجنبي، لا خلاص شوف له صرفه، مشيه في يناير بقى، طلعوا اعاره جوه الدوري المصري. لكن بالمنظر ده الزمالك لازم في الميركاتو الشتوي يكون فيه مهاجم. انت بتلعب من غير مهاجم. انت النهارده يوسف اسامه نبيل مش موجود، انت فاقد العنصر الامامي اللي يشكل لك الخطوره على مرمى الداخليه. انت النهارده ما بتعملش حاجه خالص. انت النهارده بتحاول على استحياء. يعني انت المحاوله الوحيده الايجابيه على المرمى جت جون، يعني المحاوله الوحيده الايجابيه على المرمى جت جون، يعني اتسجلت هدف. فانت فعلا ناقصك العناصر اللي تساعدك انك تحقق الفوز. لكن لو كملنا كده لا فيها دوري ولا فيها، يعني انا مش عايز اقول لك للسنه الثالثه على التوالي نطلع من دور المجموعات في افريقيا. بس بذمتك انت لو انت لو حاولت انك تنافس كده في مجموعتك في افريقيا، مجموعتك اللي فيها الترجي وفيها مولوديه الجزائر وفيها ما اعرفش مين، هتكسب؟ هتصعد؟ اشك، والله العظيم اشك. انا نفسي كده امير مرتضى منصور يقعد مع فيريرا. لا لازم عناصر جديده في الفرقه، ولازم تكون عناصر مميزه وما استرخصش. ما راحش جيب لعيبه واسمع عملت 10 صفقات وفين المحصله؟ مفيش. وما تقوليش بص على صفقات الاهلي، ماليش دعوه بالاهلي، انا بتكلم على الزمالك. ماليش دعوه بالاهلي. لما يجي ماتش الاهلي نتكلم على ماتش الاهلي، لما يجي وقت الاهلي نتكلم على الاهلي. وبرده في نغمه دلوقتي يقول لك اصل الفرق بتدافع قدام الزمالك. طب يا عم وانت هو من حقه ان هو يدافع قدام اي فرقه، ومن حقه يفتح خطوطه قدام اي فرقه، وانت من حقك تكسب. انت من حقك انك تكسب، انت من حقك يبقى عندك العناصر اللي تساعدك انك تكسب. لكن انت تفضل كل مره تطلع مبررات. وفريرا رايح يتكلم مع ايمن الرمادي ويقول له انا عايزك تلعب كده قدام الاهلي. عم انت مالك؟ انا العب كده قدام الزمالك، العب كده قدام الاهلي، انا حر. انا حر في الاول وفي الاخر. انت يا باشا لازم يكون انت عندك العناصر وعندك الخطط البديله عشان تكسب. انا مش هتكلم في خطه النهارده، انا السبوره النهارده، انا مش هتكلم في اي خطه النهارده، لان النهارده احنا ما لعبناش اصلا. انا النهارده سؤالي كله عن الصفقات. فين الصفقات؟ فين نادي الزمالك؟ انت السنه اللي فاتت ما كانش عندك لعيبه وكنت موقوف من القيد وكان ادائك افضل من كده. كنا وقعنا في النص وفريرا جه والدنيا اتظبطت. فانا استنى ان انا اقع تاني بقى واستنى ان الاهلي تخدمني بقى، واي فرقه بتلعب الاهلي تخدمني ان هي تعطل الاهلي وابقى انا تحت رحمه الاهلي؟ ليه؟ ما انا خلاص الاهلي وقع وانا ركبت الجدول بفرق الاهداف، بقيت انا بقى في المركز الثاني رسميا. فيوتشر لو كسب بكره خلاص فيوتشر بقى المركز الثاني وانا بقيت المركز الثالث. وبدل ما كنت انا بقول له حصر عليك يا اللي في بالي لا طولت اول ولا الثاني، انا فعلا هبقى الثالث السنه دي. والثالث منين؟ من الاسبوع ال 13 بقى. ليه انا بستنى كل ده يحصل؟ ليه ما بعالجش؟ انا سؤالي والله دلوقتي ليه ما بعالجش؟ انا عايز حد يقول لي انا ليه ما بعالجش. انا عايز اعرف هل في امكانيه ان احنا نتعاقد؟ ما هو اصل النادي عنده مشاكل وعنده ظروف وعنده ممدوح عباس. انا مالي ومال كل ده؟ انا كمشجع ما تدخلنيش في القصه دي. انا كمشجع عايز اروح اشجع فرقتي واكسب. عايز يكون عندي العناصر اللي تساعدني ان انا اكسب. ما تدخلنيش بقى تقول لي اصل فلوس النادي محجوز عليها واصله مش فاصل. مش كده ولا ايه؟
انا بصراحه شايف انه عشان تحل المشكله في نادي الزمالك دلوقتي لازم تعيد تقييم اللعيبه الموجوده في الزمالك حاليا. عبد الغني كارثه. عبد الغني النهارده انا مش عايز اتكلم على لعيبه بعينها عشان ما اشيلش حد الليله، بس عبد الغني كارثه. انت بتغطي الاوفسايد، انت بتغطي الاوفسايد وبعدين بتشاور على ايه؟ بتشاور على ايه يا عبد الغني؟ مش عايز اكون محبط ومش عايز اكون بسودها، بس انا عايزك دلوقتي تشاركني برايك في حاجه واحده بس. من اللعيب اللي انت شايف النهارده من المحترفين ان كان ممكن ان هو يكمل في الزمالك او ممكن هو يليق باسم الزمالك؟ بس مش هتكلم في حاجه تاني. سلام عليكم.